السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين أخوهم الحاج الضوء في كل مكان، وحشتونا. بس انتوا طبعا عارفين الظروف اللي احنا مخليانا متوقفين على الفيديوهات الفترة دي طبعا، وهو طبعا الاعتداء على إخواننا في فلسطين. وإن شاء الله تشوفونا قريب بإذن الله، ربنا ينصرهم. وإن شاء الله بإذن الله ربنا يكرمهم وينصرهم إن شاء الله، وتشوفونا قريبا في فيديوهاتنا ونرجع لكم زي الأول. النهارده طبعا حبينا زي ما بيقولوا يعني زي زينوا أصواتكم بالقرآن. فطبعا معانا النهارده ابن أخونا وابن خالنا وحبيبنا الأستاذ محمود خالد. صوته جميل كده، فقلنا كده على الصفحة يعني بقالنا فترة ما ظهرناش، فايه نستمتع كده بصوته الجميل يعني. وإن شاء الله محمود يسمعنا يعني، أو يسمعكم صوته بمعنى صح. شرفتنا حبيبي يا محمود. سلام حضرتك. شرفتنا حبيبي. يعني أنت صليت بينا العشاء دلوقتي، وصوتك بصراحة يعني عذب، فقلنا نعمل معاك اللقاء ده، وإن شاء الله ربنا يوفقك. أنت حافظ طبعا كذا جزء صح؟ حافظ 20 جزء ما شاء الله تبارك الله. محمود يعني ابن اخونا حافظ 20 جزء من القرآن الكريم، زائد انه صوته جميل، عجبني في صلاة العشاء يعني، فقلنا ان شاء الله يسمعنا حاجة. اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل، فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. ما شاء الله، يعني صوتك مميز، وانا شايف انه يعني زي الشيخ خالد الجليل، صح كده؟ يعني الشيخ خالد الجليل، انا يعني مقارب لصوت الشيخ خالد الجليل. طب يعني عشان نستمتع كده يعني حاجة تاني، يعني عايزك كده يعني يعني عايزين حاجة تاني عشان صوتك بصراحة مميز خالص يعني. إن شاء الله. أخونا محمود يعني وقال فرعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن
ليظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. الله، بسم الله ما شاء الله، جميل يا شيخ محمود، وانا اتشرفت بيك شرف كبير ليا واتشرفت بيك على الصفحة، وان شاء الله الايات دي كده تكون يعني صدقة على ارواح اخواننا في فلسطين. ربنا معاهم وينصرهم، ربنا ينصرهم، وان شاء الله ربنا يآمن روعهم وينصرهم على عدوهم وعدونا ان شاء الله. انا اتشرفت بيك والله، شرف كبير ليا ان انا معاك والله. والله ربنا يخليك يا حبيبي محمود، ان شاء الله يكون يعني لنا لقاء تاني ان شاء الله على الصفحة. تحياتي ليكم، بشكركم واتمنى انكم تكونوا استمتعتوا بصوت اخونا محمود خالد، وبتمنى من كل حبايبنا التفاعل على الصفحة ويعملوا بالذات شير للفيديو ده، كل الناس اهم حاجة الشير. تحياتي ليكم، بشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.